بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي حكاية الهالوين وموقف الدين منه؟ الهالوين ده كان عيد للحصاد من 2000 سنة في أوروبا، وما كانش له أي علاقة بالدين، وعشان كده وعلشان يستفيدوا منه حولوه إلى عيد للاحتفال بالموتى، على أساس الموتى هيقدروا يقولوا إذا كان العام القادم المحصول هيبقى كويس ولا لأ. ساعتها ما كانوش مؤمنين بأي ديانة في المنطقة ديت. من 1000 سنة بس الكنيسة دخلته مع عيد القديسين في نفس الوقت، علشان طبعا بيستفيدوا من التبرعات اللي هي بتحصل في الأعياد ديت. ثم بعد كده أمريكا حولته إلى عيد للملابس التنكرية والحلويات بجميع أنواعها. مليارات الدولارات بتنفق على الفاضي، وفي طبعا أمريكان تانيين بيبقوا تحت خط الفقر. نعمل إيه بقى مع أولادنا اللي هنا اللي في المدارس الخاصة أو اللي غيرهم؟ يعني هنفهمهم، لازم نفهمهم بس على حسب عمرهم ايه اللي بيحصل، وما نمنعهمش ان هم يحتفلوا، بس هيبقى معاهم الهدوم المضحكة بس، مش هيبقى فيه المخيفة والهدوم اللي كلها دم والتخويف والأشباح والحاجات دي. وربنا يعيننا على كده، أو يدينا على حسب نيتنا ويحمينا منهم ومن شرهم.